بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما أقول أي حاجة يا حبايب قلبي، صلوا على النبي، زيدوا النبي صلاة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وقبل ما أقول هنعمل إيه مع بعض النهاردة يا حبايب قلبي، اهدوني من إيديكم الحلوة دي بأحلى لايك، بأحلى اشتراك، مع تفعيل زر الجرس. وما تنسوش يا حبايب قلبي الدعوة الحلوة منكم للست بسيطة لتجبر الخاطر يجبر بخاطركم ربنا. يلا بينا يا حبايب قلبي نشوف هنعمل ايه مع بعض النهارده. هتعملي ايه يا ست بسيطة؟ هنعمل حاجة من ريحة حبايبنا امهاتنا واجدادنا بكل بساطة زي ما علمونا وزيكم. انا هنعمل ايه؟ هنعمل عاشورة بطريقة الست بسيطة. انا جبت قمح يا حبايب قلبي، غسلته ونقحته، وكل ما تنقعيه يا حبيبة قلبي بسم الله ما شاء الله ما ياخدش معاكي سوا كتير وما يسودش. حطيت معاه شوية رز واستوى على البوتاجاز. ايه بقى مكوناتنا يا ست بسيطة؟ عندي لبن، عندي سكر، عندي فانيليا، عندي دقيق، معلقتين دقيق. جبت بقى يا حبايب قلبي السكر والفانيليا والدقيق، حطيتهم على اللبن، قلبتهم جامد جامد، وانزل بيهم على الايه، على البليلة بتاعتنا، واقلبها وارفع ايه على النار، وتن اقلب فيها، والسكر يا حبيبة قلبي حسب الرغبة، وتن اقلب بقى فيها لحد ما تتقل للقوام اللي احنا عايزينه يا حبايب قلبي. في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده يا حبيبة قلبي. سهليها على نفسك يا حبيبة قلبي، واعملي حاجتك برضا عشان تبقى معاكي حلوة. بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا بتتقل معانا. وعلى فكرة معلقتين الدقيق دول بيتقلوا معانا النشا وبيخلوها جميلة. عندنا تكة بقى بتاعت الست بسيطة وبتاعت حبايبنا، معلقة زبدة كده. الله الله الله. هتقولي لي زبدة يا ست بسيطة؟ ما انت روحي شوفي الفيديو بتاع السمنة يا حبيبة قلب، وهتعرفي يا حبيبة قلب ان انا لما بقولك معلقة زبدة بالتكة اللي عملتها الست بسيطة عملت السمنة الزبدة فلاحي. الله الله. وبعد ما تقلت معانا عاشورتنا الحلوة غرفتها في اطباقنا بتزغرط، وشكلتها بشوية مكسرات. شوفوا يا ولاد الجمال والحلاوة والطعامة يا ولاد. قوموا يا حبايب قلبي ما تطنشوش وتقومي يا حبيبة قلبي اعمليها الف صحة وهنا على قلوبكم. زي ما قلت لكم لازم تنقعوا القمح فترة طويلة، وتحطوا معاه كوباية رز صغيرة عشان ما ياخدش منكم سوا وما يسودش. الف صحة وهنا على قلوبكم يا حبايب قلبي. كل سنة وانتوا طيبين، ويعود عليكم الايام بخير. ووصيكم ووصي نفسي بصيام يوم عاشوراء يا حبايب قلبي. كل سنة وانتوا طيبين، يومكم كله هادي ونادي ومليان عليكم بالسعادة وبالرضا علينا وعليكم. ما تنسوش الست بسيطة بالاشتراك باللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.